بسم الله الرحمن الرحيم. وفيديو جديد مع عبد. ده في فيديو قبل كده قلت ان الزمالك الارض اتسحبت منه امبارح. دي كمان مظلوميه، دي كمان هتقول مؤامره على النادي. يعني انتوا الفشل اللي انتوا فيه جبتوا شركه تديركم في الكوره، هنجيب لكم كمان شركه تديركم في المنشات. خدتوا قرض ب 250 مليون على حس النادي، خدتوا عضويات وخدتوا فلوس من الناس، قال لك اصل هنبني مول، وبحتوا المول وهو لسه رمل. رجال اعمال، والارض دي مخصصه للنادي كعضويات واشتراكات تخدم اعضاء الزمالك. يعني نادي اجتماعي رايح، ما ينفعش انك انت تخصص ارض تبني عليها كومباوند من تحت الترابيزه لراجل اعمال، لان الدوله لما ادت الارض للزمالك ادتها له بسعر رمزي، لان كده كده هو نادي الدوله. كل الانديه في مصر تبع الحكومه، فمش هتديها لك بسعر عالي. يعني مثلا هتلاقيك بجنيه، لما هتيجي تديها راجل اعمال يبني عليها كومباوند هتديله ب 100 جنيه. انت الفرق ده كله راح فين بقى؟ بحسابات مين يا باشا الفرق ده كله؟ وده نصب على الناس. وانت كنت هتعمل مؤتمر، نادي الزمالك كان هيعمل مؤتمر يوم الاحد للي عاوز يشترك في النادي. فطبعا في ناس هتشترك، هتلم فلوس تاني. انتوا ايه بالظبط؟ يعني دي برضه وترجع تقول ده مؤامره. مش مؤامره، مؤامره ايه بس؟ انتوا فشله والله. انتوا اللي فشلوا، ما تعلقوش فشلكم على حد. ويجي جمهور الزمالك يردد بقى كان بيردد يقول لك احنا بنفهم وانت الله حكايتك. انتوا لو بتفهموا هتعرفوا ان انتوا فشله. يعني في الكوره انت جبت جون سمسار يدير النادي، طب والارض دي كمان؟ فبالله عليكم افهموا انتوا شويه فشله. هتخلوها قطع كده. ده انت عامل زي اللي باع الترمات. انتوا بعتوا الترمات. يعني انت عملت شويه احمد مظهر كده لما باع الترمات، ورجال الاعمال بتاعتكم بقى شبه اسماعيل ياسين قعدوا ايه يساووا بالمتر. طب ده بقى الدوله هتسكت على الناس دي؟ مش الناس دي المفروض تتحاسب؟ الفلوس دي راحت فين؟ وازاي يعملوا كده وهي ارض مخصصه لنادي اجتماعي؟ ولا هندري برضه على الناس وتتلم في الدرج ومش عارفه ايه وبالمحبه؟ يعني انتوا اتحاد الكوره اداكوا رخصه وانتوا مالكوش رخصه اصلا بقالكوا 4 5 سنين، ترجعوا تقولوا مجاملات. وادي الارض وزاره الاسكان كانت هتحاربكم، يعني من نجاحاتكم هتحاربكم. ده انت افشل واحد في الدنيا. ده انت انا زي اللي جبنا واحد ما بيعرفش يسوق دماغه عربيه شبه زي كده، قال لك مش يمكن لما اسوق العربيه اطلع اعرف بسوق. انا هنحاربكم عشان الفشل؟ بس ربنا مسلط عليكم انفسكم. دي كمان يعني وزاره الاسكان هتكذب عليكم من نجاحاتكم؟ الله يكرمكم. ده انتم ربنا مبتليكم جمهور لا مؤاخذه بغبغانات، مش عايز اقول غير كده عشان ايه، مش هينفع نشتم.